السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. غدا النهاردة إن شاء الله كده يا جماعة. ده إيه؟ بواقي أكل من امبارح. عندي البسلة من امبارح، عندي شوربة بايتة من امبارح، عملت عليها إيه؟ حبة لسان العصفور. النهاردة اللي عملته بس إيه؟ حبة رز يا جماعة. اللهم بارك، ربنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم آمين يا رب العالمين. وفري ودبري وما ترميش حاجة. أنا هقولك على أسباب البركة كلها في الفيديو ده يا جماعة. البركة في البيت بتيجي لما بتصون النعمة. والله صون النعمة تصونك. يعني انا مثلا دلوقتي اتبقى عندي بسلة برضو، هرميها؟ لا. لما تستهدى خالص من السخونية هروح جايبة كيس اللي هو بتاع التلاجة، مش بحط علب عشان ايه ما تاخدش مكان في الفريزر، وبروح حطاه، وفي اي وقت تاني بروح مطلعاه طبق جنب طبق. بيعمل اكل يا جماعة. ووفري ودبري كده. واسباب البركة كلها في الفيديو ده يا جماعة، ان الواحد بيصون النعمة ما بيرميش حاجة خالص. اقسم بالله ما برمي حاجة خالص. ما برميش اي حاجة بتتبقى. هو الرز اللي بعمله بس ايه؟ طازه. في اليوم انا امبارح عملت على قد الغدا، والنهارده ايه؟ رحت عامله ايه؟ حبه رز على قد الغدا، وبألف هنا وشفا يا رب للي هياكل. وده الغدا النهارده ان شاء الله، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.